ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ لما بتسمع اسم فيلم حلم العمر بيجي في دماغك على طول يا نهار، او لو انت بقى ميمر او من بتاع كوميديا ميمز عمرو بيلا وهو بيقول بتاعي انا كبير وبتاع زياد صغير، او من بتاع اتباع كوميديا الجيار وهو بيداعب ودانه، فاكيد عدى عليك الفيديو ده. ابني بطل مصر، بطل مصر، بطل العالم، بطل الدنيا كلها. ايه هو السبب الحقيقي ورا ان فيلم بعيد تماما عن اي نوع من انواع الكوميديا يكون ماتيريال مفضل لمحبين الميمز بتاعت الفيسبوك؟ ليه فيلم حلم العمر فيلم كليشيه جدا واتهرس من زمان؟ ايه اللي يخلي فيلم مليان بالنجوم اللي شاركوا في افلام كبيره جدا او شاركوا بشكل او باخر في حياتنا في يوم من الايام يشاركوا برضه في عمل ساذج جدا لدرجه ان افلام التيك توك القصيره دي هتكون احسن منه بكتير؟ كل ده هنجاوب عليه النهارده، لكن خلينا نختصر قصه الفيلم كده علشان نعرف نحلل ونتحنيك براحتنا. بيبدا فيلمنا باحمد، شاب اسماعيلاوي فقير زباله حشره صعلوقه، وعنده حلم زي اي عبد مصري بيحاول لا مؤاخذه يعني في الكلمه يكون انسان. شاوت اوت اسماعيليه. احلى مسا احمد لما كان صغير وعنده ما يقرب الست 7 سنين كانوا العيال في المدرسه بيلعبوا معاه مصارعه روماني وبياخدوا منه السندوتشات، وده تقدر تقول انه كان الدافع بتاع احمد ان هو يكون عن طيل حارتهم ويتعلم ملاكمه من جارهم لمجرد ان السندوتشات ما تتاخدش منه تاني ويرجع البيت شبعان. في اول لقطات واحنا بنتعرف على احمد وهو كبير بنلاقي انه شاب بيحب اهله جدا والناس اللي حواليه وعايز يبسطهم والحاجات اللي انت فاهمها دي، وطبعا كالعاده اقل تقديمه لبطل في فيلم اكشن بيطحن الملاكم اللي قدامه، وبعد بقى ما كسب الماتش واخد الفلوس راح غدى قرايبه على حسابه، وبسم الله كده نبتدي اوفر. لما احمد كان بيتكلم مع صاحب عمره بلغه الجين زي البيست فريند بيقول له فيما معناه انت شايف نفسك عليا ليه يا عم؟ امال لما كنتش محموق لي في الماتش وعمال تشجعني؟ رد عليه وقال له عشان احنا متربيين مع بعض على الحلو والمر، ما بحبكش تتغلب ابدا، بحبك تكسب على طول. يعني بالعقل والدين والمنطق انت لو صاحبك قالك الكلمتين دول ببساطه هيكون رد فعلك لان مش من الطبيعي ان ده يحصل، حتى لو بيحصل فما بيتقالش، ولو يا سيدي اتقال ما بيتقالش اوفر كده. المهم يعني مش عايزين نحكي كتير. بعد كده يجي نقاش لاحمد مع امه وهو بيقول لها انه عايز يسافر مصر بين قوسين يعني القاهره علشان يحترف ويبقى جامد زي احمد زكي في النمر الاسود كده ويرتبط بواحده وتقول له انا بحبك محمد. بعد كده يا سيدي ايه ده اخته ازاي يعني؟ هو انتوا مش قلتوا يا جدعان ان ابوه ميت؟ انت عملت ايه يا عم انت؟ زين هذا زين. نسكيب بقى احنا الحته دي ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. وفي نص النقاش ام احمد بتقول لابنها انهم مش عايزين يروحوا مصر لمجرد ان المصاريف غاليه، لكن لو تلاحظ ان ام احمد مقتدره ماديا وعندها محل موبايلات وشقه ملك كمان، يعني صباح النزاهه والعيشه المرتاح. المهم برضو مش هنتكلم كتير لان لو وقفنا عند كل ثغره في الفيلم الفيديو ده مش هيخلص. بس ثانيه معلش، في كميه شحتفه اوفر قوي، يعني دي نظره ام ابنها قال لها عايزين نسافر، حرفيا الفيلم ما عداش ال10 دقايق وحل عبث الدنيا كله علينا. ده طبعا الميوزك الحزينه اللي بتتحط على ستوريات العيال اللي لسه مفركشه. الليلة سرحت في اللي راح. معلش هو ايه الحوار ده؟ انا عليك يا حبيبي، لو كانت حاجه في مصر اتفدي جنب المرحوم ابوك اسماعيليه. يا حاجه ركزي معانا شويه، احنا مسافرين محافظه تانية في نفس البلد، مش رايحين نحرر القدس. يا جماعه بالمناسبه يعني تعالوا ندعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ونصلي على النبي كده عشان عايزين ناخد شويه حسنات. بعد كده احمد بيروح النادي للراجل اللي جاي من طرفه علشان المفروض انه هيتدرب معاه، وتيجي هنا تقديمه عظيمه جدا بتقول كلام كتير عن اكرم، وبتيجي هنا الكاميرا تصور ايده من بره ودي اشاره للتعالي او للتكبر او ايا كان. يجي الامن يقول له مفيش دخول عربيات وكان الرد منه ماشي يا سيدي، عينينا المجلس الاداري. وفجاه وبدون اي مبررات وبعد ما يمشي بالعربيه مسافه طويله جدا ينزل من العربيه ويقول التعليمات على الكل، انا لا. بس هنا انا عاوز اقول حاجه، انت مشيت مسافه من اسكندريه لاسوان ونزلت من العربيه بتتكلم بصوت متوسط كانك بتشتري سجاير، وفي نفس الوقت لو بصينا في الزاويه اللي ما عليهاش فوكس هنلاقي انهم بعيد جدا عنه. يعني السؤال هو حضرتك هنا بتكلم مين؟ ممكن جدا وجهه النظر دي تتغير لو قاصدين يقولوا انه مش مهتم الامن يسمع او لا، ودي اشاره تاني بالتعالي ولا مبالاه، ودي فعلا لو مقصوده هتكون عبقريه جدا جدا جدا. وطبعا علشان الرومانسيه والحب والحاجات الملزقه دي كان لازم يكون في عنصر نسائي، واللي انا شايفه انه للاسف كان لازم يكون موجود علشان هيكون من احدى دوافع انتصار احمد واللي هنشوفها في اخر الحلقه. المهم ان الشخصيه اترسمت بالشكل الكليشيه جدا جدا جدا، ويبدا اول لقاء بينها وبين احمد في النادي. احمد في خلال 5 ثواني بس رسم مشهد ليها هي وهو رومانسي من الدرجه الاولى، ولو سيبناه معاها شويه كمان كان هيبقى عندهم زين ومليكه. ويجي اول لقاء حقيقي بين احمد واكرم، ويتفاجئ احمد انهم موجودين هناك علشان اعضاء النادي يتدربوا عليهم مش علشان يتدربوا يبقوا ابطال العالم. ولما احمد بيروح بيتهم بيزيد همه لما يعرف ان امه واخته محتاجين فلوس. وبتيجي هنا لقطه مضحكه جدا يا جماعه، ام احمد الاوفر كانت زعلانه بسبب ان رغيف العيش عندهم ب10 قروش وفي القاهره ب15. الارقام دي مضحكه جدا يا جماعه والله. المهم نكمل علشان ما نتحبسش. احمد بيضطر يروح النادي علشان يتدربوا عليه مقابل 30 جنيه ووجبه.
اسف يا جماعه والله. تعالوا نكمل. تايسون صاحب احمد بينزل ضد اكرم في الحلبه، وطبعا اكرم كعاده صاحبك الروش لما يشوف بنات بيفتري على تايسون، ويتدخل احمد ويتكسر كتف تايسون ويضيع مستقبله في عالم الملاكمه اللي ما كانش موجود اصلا. تخيل ده اسمه تايسون امال احمد انظام. المهم ان نور اللي بتمثل العنصر النسائي في الفيلم بتشوف الموقف وبتقرر تساعد تايسون وترجعهم البيت، ولاجل الها وكده يعني احمد بيروح يفتح الباب بالهدوم الداخليه. يعني انا مش فاهم اقول لك ايه، بس يعني مين بيفتح الباب بالمنظر ده؟ بتدخل نور تدي احمد المحفظه بتاعته اللي وقعت منه في العربيه بتاعتها. ام احمد المستفزه دي بتفتح حالتهم الماديه بالغلط. والفكره برضو ان نور قعدت تاكل معاهم عادي كده. كمان واحد كفايه بقى، ده كمان واحد كفايه بقى، ده كمان واحد. يعني مش عايز اكبر الموضوع والله، بس يا جماعه مين فينا بيعمل كده؟ مين فينا بيوصل واحد ما يعرفوش او بياكل مع ناس ما يعرفهاش؟ كفايه بقى، ده كمان واحد. يعني التفسير الوحيد للي بيحصل ده كله ان المخرج عايز يوصل لنا ان نور دي ملاك فعلا. ولو تفكر فيها شويه هتلاقي ان اسمها بيرد على السؤال ده، ان لو تلاحظ انها المفروض يعني انهم عايزين يقولوا لك بص دي اول ما دخلت حياه احمد غيرتها، بس في الحقيقه واللي هنعرفه في المستقبل انها ما كانتش كده خالص. المهم خلينا نكمل. بعد كده بنعرف ان اكرم هو اللي بيمشي لابو نور شغله كله. بس ثانيه، هو من امتى يا جماعه ضابط الشرطه عنده كل القدره والسلطه ان هو يعمل كل ده؟ يرشي ناس علشان يخفض المخالفات، يقبض على ناس تانية بدون تهمه. انت اظن لو وزير مش هيكون عندك كل السلطه دي. بنعرف بعد كده ان اكرم عايز يتجوز نور وهي وابوها مش موافقين، ولما بتيجي الكاميرا في بيت احمد بنلاقي انه قال له على المشكله اللي عنده وانه عنده خلع في الكتف. وكالعاده كان لازم ناخد نصيبنا من الاوفر في المشهد ده، بيتحدى المستحيل وبيضرب بايده في الحيطه. وكمان اللي زاد وغطى صوت احمد وهو بيصيح في الباك جراوند. بس ايه المشهد ده يا جدعان؟ انا ما شفتش المشاهد دي من ايام لن اعيش في جلباب ابي. المهم ان الكابتن بيختار احمد انه يتدرب معاه ويشارك بيه في بطوله الجمهوريه في جانب اكرم. وطبعا لما اكرم يعرف ان الكابتن عايز يلاعب احمد جنبه بيقلب الدنيا. ازاي يعني الحشره الصعلوك النمله ده يشارك جنبي واسمه يتحط جنب اسمي عادي كده؟ ومن هنا بيبدا التحدي بين اكرم واحمد، وتبدا محاولات اكرم في انه يدمر احمد. واول حاجه بيبدا بيها انه يبلغ عن امه، وتبدا امه في نص ما هي بتتسجن تقول يعني هو وقته يا حاجه. وننتقل مع الكابتن اللي بنعرف ان النادي استغنى عنه، ويروح احمد باقصى سرعته متجه لاكرم علشان يقول له يسيب امه. وبكل تشغيل دماغ لما التاكسي بيقف في اشاره اللي مش هتتعدى ال 20 ثانيه واقفه، بينزل احمد علشان يطلع يجري. يعني يا راجل يا محترم يا مثقف يا متعلم، مش عايز تستنى 20 ثانيه لما الاشاره تشتغل تاني؟ وبالنسبه لك انك تجري ربع ساعه تلت ساعه ده عادي جدا. وطبعا علشان احمد خياله واسع، لا واسع قوي، بيتخيل انه راح لاكرم وبيضربه وهو بيصيح ب امي لا امي لا امي لا، يعني مالهاش ذنب في اي حاجه والله. ويروح احمد لاكرم يتذلل له علشان يسيب امه، بس بيشترط عليه ان هو ما يروحش النادي تاني ولا ليه علاقه بنور. ويروح احمد والاسره الكريمه زائد نور ويتخانق مع صاحبه لمجرد ان الواد الحرامي كان يعرفه، ويقرر انه ما يلعبش ملاكمه تاني. لكن تيجي نور تقول له لازم تلعب، ولو ما لعبتش ملاكمه مش هكلمك تاني وخاصم والحاجات اللي انت فاهمها دي. وفي وسط ما احمد عنده مصايب الدنيا كلها ومتخانق مع صاحبه ومعهوش جنيه وسمعتهم بقت زباله وام احمد كانت متهمه بالسرقه، يقرر يعترف لنور بحب. يعني يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ انت فايق ازاي اصلا؟ انت بتفكر ازاي؟ انت شارب ايه؟ وطبعا مش محتاج اقول لك انه كسر حاجز ان ابوها رفض الظابط، لكن ممكن يقبله هو عادي جدا. واظن انك مش هتتفاجئ انه بعد ما عمل كل ده راح يرقص ويغني في نص الشارع. يعني نفسي يا جماعه والله نسكب حته ان البطل مغني دي. انا من اكتر الناس اللي بتأيد الناس اللي بتقول ان الاغاني في الافلام ملهاش لازمه. المهم ان بعد 3 دقايق من الاغاني بستايل اغاني الافراح الكرنج دي، يروح احمد للكابتن ويتفقوا انهم هيشاركوا في البطوله. بس هنا حتى الراجل الوحيد اللي حبيت تمثيله في الفيلم افور في الحته دي. احنا غلبنا افلام الهند يا رجاله والله. احمد بيتمرن وبيتعب والحاجات اللي انت فاهمها، وبيروح اكرم يهدده انه وتيجي المباراه المنتظره لحظه المواجهه بين احمد واكرم، ان الطبيعي جدا ان احمد يكسبها. ايه الجو الصخب دي؟ ويروح احمد يتقدم لنور، ابوها كالعاده يرفضه لانه فقير ونكره ونمله وكلب زباله حقير معهوش يشتري رانج روفر وفيلا في الساحل ب 40 مليون. وطبعا مش هيعدي موضوع ان احمد اترفض من ابو نور من غير ما يغني اغنيه تقطع شرايين القلب وتفتت الدم المتكتل في شرايين المشاهد. وتروح ام احمد لابو نور تتحايل عليه وتبوس رجله علشان يجوز بنته لاحمد، وبيرمي لها فلوس. وطبعا الموضوع مش هيعدي كده بالساهل من غير ما احمد يعيط في الباك جراوند. ولما نور تعرف ان ابوها ما وافقش تروح لاحمد تقول له ان هي بتحبه وبتاع. احمد يقول لها انه مش متقبل ان كرامته تضيع
التجميع والحاجات دي يعني. وطبعا طبعا 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 ابو حميد هيدينا اغنيه في صميم القلب تسبب خلل في مجرى الدم. بس هنا في حاجه غريبه جدا، بنلاقي ان نور اتجوزت اكرم. بس ثانيه واحده كده يا رجاله، هي ازاي نور بتحب احمد للدرجه دي وبتعشق فروع نهر الامازون اللي في دماغه دي، وفي نفس الوقت اتجوزت بكل سهوله بعد لما احمد قال لها في لحظه انكساره انه مش عايز يضيع كرامته اكتر من كده؟ بس يا ابو حميد صح، يا لا مؤاخذه فين كرامتك من ساعه لما رحت تخلي اللعيبه تتمرن عليك مقابل 30 جنيه وجبه يا ابو حميد؟ ويروح احمد كالعاده يشرب ويتستر، ويجي المشهد الاوفر اللي انا بصراحه بحبه بسبب بس تمثيل المبجل توفيق عبد الحميد. كابتن انا ايه اللي جابني النادي وربنا انا عايز اروح البيت. تعالى هنا والنبي يا كابتن سيبني في اللي انا فيه، ما حدش ليه دعوه بيا. لما المدرب بتاعك يكلمك تسمع كلام. جبار. لو سمحت يا ست ام احمد اعملي لي كوبايه قهوه ساده مغليه. لا يا اخويا مش عايز ده. مش هلعب يا كابتن. هتلعب. لا 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 لا. كفايه بقى. لا كمان واحد. ياما تعال سافر اسماعيليه عشان خاطر ياما انا هلاقي شغل هناك ياما. ولازم احقق حلمي وانجح. شغل حماده فين؟ هتلعب. how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. وطبعا احمد بيتمرن ويفشخ الواقع ويسافر بره مصر علشان يمثل بلده في البطوله العالميه للملاكمه. وطبعا ازاي يعني يتمرن ويتشلفط من غير اغنيه؟ وفي الناحيه التانية اكرم بيتخانق مع نور علشان مش عايزه تلعب معاه اكس او، ويعدي الوقت ويبدا العد التنازلي على المباراه النهائيه. وبين كل ده الخناقات بين نور واكرم كانت بتزيد، ولما اكرم بيروح بيلاقي نور بتتفرج على ماتشات احمد وبيلعب معاها مصارعه روماني. انا عم احمد نور الدين. وتروح نور تستخبى عند ام احمد وتيجي اللقطه الايقونيه ويروح اكرم يلاقيها مكان متوقع ويدوس عليها بالغلط. وللاسف المره دي لما احمد عرف ما غناش واكتفى بانه يعيط، ويروح احمد المباراه غصب عنه طبعا لما عرف ان النور قبل ما تموت كان بتتفرج عليه وبتشجعه وكان نفسها ان هو يكسب. يلعب النهائي ضد لاعب من امريكا بالتلوث ويتضرب جامد، وبعد معافره ولاجل بكاء منى عرفه وهي بتغني اغنيه يقوم عادي جدا كانه واقع من على الرصيف، ويجي الميم الاسطوري الميم بتاع. بس ثانيه واحده، هو من امتى يا جدعان الملاكمه ليها صيت واسع كده في مصر؟ ده يا عم لما منتخب مصر الاولمبي كسب بطوله عالميه محدش كان يعرف عنهم حاجه، والخبر اتعرف بالغلط لما اكتشفنا ان بعدها بفتره لعيبه بوكسنج او ايا كان نفسها هفتها على نص فرخه مشويه قبل الماتش. وطبعا لازم ما نعديش المكسب من غير اغنيه. تعالى بقى نشوف حوار الفيلم ده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالتمثيل. انا عاوز افهم ايه داعي العياط في كل المشاهد؟ يعني ايه اللي يعيط في انكم النهارده مش عاملين لحم عاملين بسله قرديح؟ ايه اللي يخليك تعيط تقريبا في نص المشاهد؟ هتقول لي طب يا عم انت ما حدش عجبك خالص في الفيلم. اقول لك بصراحه الفنان توفيق عبد الحميد كان عبقري جدا في الفيلم ده، لان من اول اللغه بتاعت جسده لحد تعبير وشه كان هايل جدا. تمثيله متماسك ومتناسق وبيدي رياكشنات في مكانها الصحيح، مش زي الاغلب اللي فاكرين ان العياط احسن سكه لتوصيل المشاعر. نقطه الاغاني، انا من وجهه نظري شايف ان الاغاني الكتير في الفيلم من عوامل ان الريتم بيبقى متلخبط، بس شايف ان الاغاني لوحدها احلى، وشايف ان الفيلم لوحده احلى، بس مش لدرجه 4 اغاني تقريبا في فيلم واحد. ده يا عم في حلقتنا عن فيلم بوشكاش كنا بنقول ان الاغنيه الوحيده اليتيمه بتاعت محمد سعد اللي كانت في الفيلم ملهاش اي لازمه وحشو زياده على الفاضي. اكتب لنا انت كمان رايك في الموضوع ده، وكل الاراء ليها قيمه وبتحترم. نيجي بقى للغير منطقيه في الفيلم. في حاجات كتير لا تمت للواقع بصله، زي ان ازاي ام احمد كان عندها محل موبايلات وعايشين في مكان راقي وحالتهم الماديه مش حلوه. يقول لي بيزيد التينا بله ان ازاي واحد زي اكرم معاه كل السلطه دي وبعدين هو ازاي يفلت من قضيه قتله لنور؟ هل جزاء قتل انسان الرفض من الشغل؟ طب هو اتحبس؟ لو اتحبس هو اتحبس فين؟ وليه اصلا ما جبتليش ولا مشهد لاكرم بعد ما اتسجن؟ كميه فراغات غير منطقيه. وطبعا مش عايز اقول لك على المبالغات اللي بتبدا من اول ام احمد وانها ازاي خايفه لمجرد ان القاهره اغلى من بلادهم ب5 قروش، لحد ما احمد اكل علقه موت لمجرد ان منى عرفه غنت له احلف بسماها وترابها، مرورا بام احمد تاني وهي بتقول. الفيلم ده بدون الكثير من التعمق كان محاوله لعمل فيلم ايقوني زي فيلم النمر الاسود كده، وده شفناه في اول الفيلم، بس قلبت منهم على الرجل العناب. ما ترديش عليا ليه يا ابله ساره؟ افوره ومبالغه غير منطقيه من اول ما خرجوا من الاسماعيليه لحد ما سافروا ايطاليا مرورا بمصر. ده كان رايي الشخصي في فيلم حلم العمر اللي ارجو انها تكون تجربه ما تتكررش تاني في السينما الحديثه. ولو بتتفرج لحد هنا عايزك تعرف انك شخص جميل جدا. اعمل لايك وسبسكرايب بقى علشان رجعنا. سلام.